بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم في حلقة جديدة من برنامج لافتات أحوازية، ونتطرق به إلى ما تمارسه ثقافة الحسينية من تدجين وتجهيل وتخريف بعقلية شعبنا الأحوازي وفي العقلية الشيعية عامة. احنا في عندنا ظاهرة المغني الملة. المغني الملة هذه ظاهرة منتشرة في الحسينيات مع الأسف، وكثير من أهل الحسينيات اللي يزعمون إن حسينيتهم مقدسة والحسينية تقام فيها شعائر مقدسة، ولكن بنفس الوقت يأتون بمغني سكير، يأتون بشاعر غنائي حشاش، يأتون بتاجر مخدرات يقوم ينعي ويلطم ويسمونه الملة. فمعروفين هؤلاء المغنيين، الملال المغنيين أو المغني الملة المغني. سالم صافي كلكم تعرفونه في مدينة الأحواز، خصوصا في الدائرة يعرفون هذا تاجر المخدرات سالم صافي. أيام عاشوراء يطلعونه من السجن بالليل، يجيبونه يلطم، وبعد ما يخلص لطم وينتهي الموكب ياخذونه يرجعونه للسجن. يا سادة يا أفاضل، إذا كانت الحسينية مقدسة وكانت هذه المناسبة مناسبة حسينية مقدسة، تجيبون تاجر مخدرات قتل الناس، شفط دماء الناس، دمر أبناء الناس، ويلطم على الحسين وانتم تلطمون وراه؟ هل يرضي الحسين هذا؟ لا. راح أنطيك بعد وحدة ثانية. عليو الراقوس هذا يسكن أطراف مدينة عبادان، اللي بعمري واللي أكبر مني يتذكرون عليو الراقوس. بعد ثورة الخميني توقف شغله، تعطل، ما عنده شغل بعد، كان يرقص، يلبس ملابس نسائية ويتشبه بالنساء ويرقص حال النساء. بعدين انتهت العملية، ما عاد في رقص، صار شو يسوي؟ صار يدير مواكب في محرم. من أحد الأدوار اللي يقوم فيها يوم عاشر ينطونه دور السيدة زينب عقيلة بني هاشم. عليوي عنده صوت نسائي لأنه هو راقوس، يتقمص الدور الأنثوي بصوته وبحركاته، ويقوم ينعى لابس لعباية ولباس نسائي، ويقوم ينعى. ومن تنتهي هاي المسرحية يوم عاشر يهرعون عليه نساء ورجال ويشققون هدومه، لابس هدوم سود وخضر، ياخذونهن علق تبرك. هذا عليه الراقوس. ليش نسيتوا انه هذا انسان طايح حظ؟ سلوك منحرف، يمثل دور السيدة زينب هذه البطلة عقيلة بني هاشم. هي هاي الثقافة الحسينية المقدسة؟ تجيبون بها راقوس، تجيبون بها بياع مخدرات سالم صافي، ملا صالح مغني أيام عاشور لا يقول الحرام الغنى، أروح ألطم بالحسينية يصير رادود. حشاش سكير يروح يصير رادود. فانتبهوا، شوفوا هذه الثقافة اللي تلعب بعقلكم. هي هاي ثقافة أهل البيت؟ هذه الثقافة
اللي تنسبونها للحسين زورا وبهتانا، ثقافة الحسينية هاي ثقافة مقدسة، راقوص ومغني بياع مخدرات، هذول ملاليكم. أسأل الله أن يهدي المضللين من أبناء شعبنا، وأن يخزي الذين يقومون بالتلاعب والضحك على ذغون هذا الشعب المسكين باسم أهل البيت وباسم الحسينية. اتركوا الحسينية وشوفوا كيف راح تتغير حياتكم، وكيف راح ترجعون إلى ما كان عليه أجدادكم الأبطال صحابة النبي، الذين بولائهم للإسلام وبتمسكهم بالتوحيد هزموا إمبراطوريتين، فارس والرومان. إلى حلقة جديدة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.